مساء الخير اخوي، شو اخبارك؟ كيف الصحة؟ مساء النور. يا اهلا وسهلا فيك، نشكرك اول بداية لحضورك ويعطيك العافية. بس بسألك سؤال بخصوص مباراة اليوم، اول بداية مع اي فريق تسجل او اي فريق تشجع؟ لا انا والله متابع، ما مشجع اي فريق، يعني متابع البطولة كلها كاملة ان شاء الله. يعطيك العافية. طيب رأيك في مباراة اليوم من خلال النتيجة وتقدم الفريق على الآخر؟ ممكن تعطينا وصف بسيط عن رأيك في المباراة بشكل... اول شيء مباراة حلوة بين فريقين حظوظهم جدا متساوية، قاعدين يقدموا اداء طيب. فرص ضايعة كثير موجودة خلال الشوط الاول، لو استغلوها الفريقين بتكون المباراة نتيجتها افضل عن النتيجة 1-0 او 2-0. فمباراة جميلة صراحة، وفيها شباب صغار قاعدين يعطوا اداء جيد. ايضا في تكتيك معين من المدربين قاعدين يلعبوا به، اغلاق مثلا منافذ، اللعب على الجوانب، كل هذه قاعده باينه خلال الشوط الاول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، اهلا وسهلا، منور الملعب ما شاء الله. الله ينور عليك. حياك الله. اول بداية بسألك كيف فريق تشجع؟ أكيد ممثل الولاية فريق الفلي. احسنت، يعطيك العافية. طيب بس بسألك كيف تشوف مجريات المباراة وتقدم الفريق على الفريق الآخر؟ والله اللعب في الوسط، لكن الأفضل فريق فلي ماسك مباراة زينة يعني، وهجومه يوصل أكثر من فريق الشباب الكامل. طبعا فلي أخطر. نعم. مساء الخير جميعا، طبعا اللقاء حاليا مع رئيس فريق الفليج. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. حيا الله، يا حيا الله، اهلا وسهلا فيك. بسألك عزيزي، ما رأيك في مجريات مباراة اليوم؟ يعني اشرح المباراة باختصار كيف هي فريقنا تقدم بهدف، لكن المستوى ما هو المستوى المعهود اللي كان بالفريق. أحس أن اليوم رتم الفريق نازل، ما أعرف، يمكن ظروف خروج بعض اللاعبين، وبعض اللاعبين يلعبوا أول مرة، وإن شاء الله نأمل أن الفريق يقدم الأفضل إن شاء الله في الشوط الثاني. جميل جدا، نتمنى لكم التوفيق بإذن الله. لكن بسألك، هل ممكن يتأهل فريق الفليج في الشوط الثاني؟ والله نسأل الله التوفيق، هذه كرة قدم، والفريق مؤهل إن شاء الله إنه يتأهل، والعناصر الموجودة يعني عناصر ممتازة، ونتمنى لهم إن شاء الله بإذن الله. طيب بسألك سؤال أخير بعد إذنك، كيف ممكن يطوروا من مهاراتهم، وين نقاط الضعف بالضبط على أساس أنها يتأهلوا بإذن الله في المباراة الجاية؟ والله في بعض اللاعبين اليوم موجودين في المباراة، وإن شاء الله إذا الفريق تأهل راح يكون يعني بتواجده خلال المباراة القادمة، وإن شاء الله بيكون الفريق أفضل عن مستواه اليوم. الفريق إن شاء الله اليوم قدم مباراة يعني في الشوط الأول وتقدم بهدف، لكن في الشوط الثاني نتأمل إن شاء الله يكون الأفضل كمستوى. مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء النور، حياك الله. حياكم الله، اهلا وسهلا، منورين الملعب ما شاء الله. الله يبارك فيك، انتم كذلك. يا حيا الله، مرحبا وسهلا. عزيزي بسألك سؤال بخصوص مجريات مباراة اليوم، كيف شفت المباراة من بداية الشوط الأول إلى هذا الوقت يعني؟ حقيقة المباراة مباراة طيبة يعني في مستواها، وإن كان يعني أنا كنت أقول فريق الشباب يعني أداؤه كان أفضل، وعدة فرص ضاعت منه، فرصة واحدة للفريق الثاني. شوف هذا الهدف الثاني، فرصتين الآن للفريق الثاني، رغم السيطرة الكاملة لفريق الشباب، إلا إن استغلال الفرص هو اللي يمثل لك أنت الفارق في مثل هذا، لما يكون عندك مهاجم عنده خبرة يستطيع يحقق لك الأهداف هذه. جميل جدا. طيب كيف ممكن يطوروا من مهاراتهم في الشوط الثاني، وهل تتوقع انهم راح يعدلوا النتيجه فيما بعد؟ والله اتمنى حقيقة، اتمنى انهم يعدلوا النتيجه، وان كنت يعني حاط امل يعني في الفريق ان شاء الله يحقق نتيجه ان شاء الله طيبه ان شاء الله. طيب وين شفت بالضبط نقاط ضعف اللاعبين يعني؟ حقيقه عندنا احنا في خط النص شوي في ضعف شويه، كان ممكن يكون اكثر، لو كان اكثر حيويه كان يقدر يستطيع انه ممكن يحقق اهداف اكبر. اهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور، كيف حالك؟ الحمد لله طيب. الله يحفظك. حياكم الله، اهلا وسهلا، منورين الملعب ما شاء الله. يا مرحبا يا سهلا. حياك الله، اهلا وسهلا. بس بسألك سؤال عزيزي بخصوص مباراة اليوم، كيف شفت مجريات المباراة من بداية المباراة إلى هذا الوقت يعني؟ كيف؟ والله المباراة طيبة، والمباراة فيها حماس وما شاء الله، يعني فريق الشباب رغم انه متأخر 2-0 لكن انه ما شاء الله ما مقصر، ومثل ما قال اللي يضيع الفرص يستقبل. جميل جدا. الشباب ضيع 4 انفرادات او 5 اهداف محققة،
بس التوفيق ما حالف. طيب كيف ممكن يطوروا اللاعبين ادائهم في الشوط الثاني؟ وهل تتوقع بانهم راح يتاهلوا او انهم راح يفوزوا في مباراه اليوم برايك يعني؟ والله بعزيمتهم واصرارهم بيتاهلوا فريق الشباب. الشباب فريق قوي، والشباب تقريبا من بدأ دوره وهو دائما يتاخر 1-0 لكن في النهايه يطلع فايز 3 ولا 4. جميل جدا. طيب عزيزي نتمنى لكم التوفيق باذن الله ويعطيك العافيه. مشكور. الله نور وسرور اخوي، كيف الحال؟ عساك طيب؟ الله يحييك. حياك الله، اهلا وسهلا فيك. بس بسالك بسالك بعض الاسئله بخصوص مباراه اليوم. اول بدايه نبارك لكم بفوز بالتقدم على فريق شاب بهدفين، لكن بسالك كيف شفت مجريات المباراه ومجريات مباراه اليوم يعني بشكل مختصر؟ نعم، العموم اولا شكر لكم موصول على التغطيه الاعلاميه التي من خلال شجع فريقك، ما شاء الله عليكم يعني تغطيه، ولكم جزيل الشكر والاحترام والتقدير. بالنسبه طبعا مجريات المباراه هي لابد ان فريق لابد ان يكون فيها يفوز على الثاني. يعني تتعرف انت لما هي خطه مدرج يجب ان يكسب فيها 3 نقاط. فريق فلي من بدايه البطوله في شجع فريقك كل مباراه كان يعطيها اهميه ويعطيها طابع تكتيك معين للمدرب والجهاز الفني والاداري، وهذا اللي شفناه. حن ما في اداء يجيب جول دافع اعتمد على الهجمات المرتده. هذا فريق فلي اللي عهدناه حتى في دوري تشجيع فريقك في نادي الوحده. هذا مستوى وهذا اداء، لما يجيب جول يغطي ويعتمد على الهجمات المرتده وعنده نجوم يقدروا يخلصوا المباراه. شفنا اول ما تقدم فريق فلي رجع للدفاع وكان في ضغط عليه مجريات فريق الشباب، ولكن استطاع ان يسجل الجول الثاني وكان يسجل نهايه الشوط الاول الهدف الثالث والحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، مساء الخير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. حياك الله، اهلا وسهلا فيك. الفليج ولا الشباب؟ والله نتمنى التوفيق للفريقين، لكن احنا نشجع فلي. ما شاء الله متقدمين ب2-0 لحد الحين. الحمد لله، توفيق من ربك، الحمد لله. جميل جدا. هل تتوقع النتيجه تستمر على نفس المنوال الى نهايه هذا الشوط ولا؟ والله مباراه طيبه، مباراه هاديه. انا اتوقع ان الفريق فلي ممكن يضيف هدف واحد. اتوقع فلي يضيف هدف واحد. جميل جميل. طيب بالتوفيق ان شاء الله. بس بسالك كيف شفت مجريات المباراه من بدايتها لحد الشوط الثاني يعني بشكل عام؟ والله انا اشوف ان فريق فلي جالس يتحكم المباراه مثل ما يريد يعني. نظام على مستوى الدفاع، على مستوى خط الوسط، حتى على مستوى المهاجمين. يمتلكوا عناصر قدام ممتازه، تقريبا خطوطهم شبه مكتمله. الشباب الكامل نوعا ما النتيجه يعني مأثره فيهم كثير، واحس ان الفريق نوعا ما انهزامي. طيب احسنت، يعطيك العافيه، بالتوفيق ان شاء الله. فالكم الكاس. احسنت.